عاجل ورسميا، عاجل ورسميا، طالما طلعت لك في الوقت المتأخر ده اعرف ان النادي الاهلي خلصها رسمي فهمي نظمي. خلاص لاعب نادي المصري البورسعيدي اهلاوي بنسبة 100%. لاعب النادي المصري البورسعيدي اهلاوي بنسبة 100%. والحمد لله عودة العلاقات من تاني، الحمد لله. يعني هي الصفقة دي مش مجرد لاعب وبس، لا دي عودة العلاقات ما بين بورسعيد وما بين الجزيرة. وخلاص كده كل اللي معاه كلمة يلمها، وكل اللي معاه فتنة يقعد على جنب. والناديين في بروتوكول ما بينهم، النادي المصري والنادي الاهلي، هيعجب الجماهير ان شاء الله. طيب، زي ما انا برضو كالعادة وبقول لك اللايك، اقسم بالله عندي مشكلة على الصفحة فعلية. فيعني انتوا دايما في ظهري ودايما سندي، فيعني معلش اتك برضو على اللايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، صلي بينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص عمرو الجزار، خلاص زي ما طلعت اول امبارح واتكلمت عليه، عمرو الجزار اهلاوي، الموضوع ده خلص. لكن الجديد النهارده ان عمرو الجزار تواجد في تدريبات النادي الاهلي امبارح، اجتاز الكشف الطبي بنجاح. عمرو الجزار حيكون خليفة وائل جمعة في النادي الاهلي. وافتكر كلامي، لاعب مجتهد ولاعب بيحب شغله ولاعب بيحب النادي الاهلي، وهو يعني مبسوط. وكمان يعني الجماهير هتديله دفعة وهتخليه يبقى زي وائل جمعة واحسن من وائل جمعة. وافتكر كلامي. طيب، ايه الجديد يا عم معتز؟ الجديد اني احمد عيد لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب النادي المصري البورسعيدي الحالي اهلاوي. الاهلي خلصها ومستني اللاعب خلاص. هو خد الموافقة بتاعت اللاعب وخد الموافقة من النادي ومفيش اي مشاكل. يعني اللاعب هيرجع من المنتخب، مش هيرجع على النادي المصري، لا هيرجع على النادي الاهلي. احمد عيد اهلاوي لمدة 3 سنوات ونصف. خلاص كده يعني هيكون في بديل ليه محمد هاني. اولا احمد عيد لاعب ممتاز جدا جدا، ولاعب صغير في السن، ولاعب منتخبات احمد عيد هيبقى نقطة انطلاقه في النادي الاهلي. واحد هيقول لي لا مش هو ده الباك اللي احنا عاوزينه. يا عمي احمد عيد اقسم بالله تقيل جدا. احمد عيد من وجهة نظري تقيل جدا، احنا اللي فرطنا فيه ببلاش. احمد عيد اللي كان شايل نادي الزمالك في بطولة افريقيا، خلي بالك، في دور قبل النهائي ودور النهائي، هو اللي كان شايل نادي الزمالك. ويجي مجلس حسين لبيب باعه ببلاش كالعادة، زي ما هو شغال بيبيع وخلاص. هم النادي الاهلي عرفوا ان قرفة نادي الزمالك قرفة حلوة، هات اللاعب ده وضيف كمان عليه. هتقول لي لا ده جاي من المصري، بس يا صاحبي محسوب على نادي الزمالك وان هو من ناشئين نادي الزمالك. الواد حاليا خلاص اهلاوي، زي ما اشرف بن شرقي راح، زي ما امام عاشور راح، زي ما زيزو راح، احمد عيد برضو راح وربنا يوفقه. انا قلت اطلع اقول لك الخبر قبل اي حد ما يقول لك الخبر. مبروك لجمهور النادي الاهلي على صفقة احمد عيد اهلاوي لمدة 3 سنوات ونصف. سلام عليكم.